الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ونصلي ونبارك على حبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. الحمد لله الذي علمنا ما لم نكن نعلم، وكان فضل الله علينا عظيما. الحمد لله على نعمة الإسلام ونعمة الأحكام الشرعية. لازلنا أيها الأحبة نتكلم عن الحكم من الصيام، وهنا سأقص عليكم أيها الأحبة قصة عشناها نحن 2016 في لندن في بريطانيا. كان هناك مؤتمر يعتبر أكبر مؤتمر عالمي لما يسمى للعلاج الطبيعي للناتوروبات، وأنا درست في سويسرا العلاج الطبيعي ومع الجمعية السويسرية للعلاج الطبيعي. فكان مؤتمر في لندن 2016، وحضرنا نخبة علماء العلاج الطبيعي. ومن بين المحاضرات التي قدمت هذه المحاضرة التي فيها جائزة نوبل للفيزيولوجيا في الطب 2016 من طرف العالم الياباني الذي تحصل على هذه الجائزة 2016 في عنوان ما يسمى اللوتوفاجي أو الالتهام الذاتي عند الصيام. وقدم هذا المحاضر هذه الحقيقة العلمية أن الإنسان عندما يصوم أكثر من 16 ساعة هناك برنامج داخلي ما يسمى الالتهام الذاتي لتنقية الخلية من الأورام وكذلك الأمراض. والإنسان الذي يصوم شهرا كامل هنا يعطي فرصة لجسمه من تنقيته من الشوائب وكذلك الأورام، لأن الأورام هي مصدر السرطان. وعندما أكمل المحاضرة ذلك الدكتور، وكان من أستراليا، ذهبت له وقلت له: يا دكتور، نحن في الإسلام شرعنا الله سبحانه وتعالى الصيام، ونحن في ذلك السنة يعني 2016 كنا نتسحر على 4 صباحا ونفطر على 8 يعني حوالي 16 ساعة. فقلت له: هذا هو Islamic fasting، يعني الصوم الإسلامي، وهذه الحقيقة نحن نمارسها في ديننا عن 1400 سنة. ولكن هذا الدكتور حاول أن يحتال قليلا، لأنهم لا يحبون أن يعترفون بهذه الحقائق العلمية. قال: لا، ممكن الإنسان لا يأكل في الليل. ورديت عليه قلت له بالفرنسية نقول جوني هو لا جورني، يعني في اليوم، وكذلك فاستنج في اليوم ليس في الليل، لأن الليل ننام فيه. ولازم تعرف إخواني باللي العلماء قسموا الجهاد أجهزة الإنسان إلى قسمين، ما يسمى قطب شمالي وقطب جنوبي، بول نور بول سيد. كل الأعضاء بول نور هي أعضاء تقوم بالعملها في النهار وتقوم بالصيانة ليلا، ومنها الجهاز الهضمي. لذلك الإنسان الذي يأكل ليلا بعد 8 بعد المغرب حتى الساعة 10 11، هذا الإنسان لا يعطي فرصة للقيام بالنسبة للإنسان بالصيانة، وهنا قد يؤدي إلى أمراض خطيرة، ومنها أمراض الأيض مثلا السكري وكذلك السرطان. لماذا؟ لأن الإنسان في الليل هناك برنامج حسب ما يسمى الساعة البيولوجية، مثلا 9 صيانة الأمعاء، 10 صيانة المعدة، 11 صيانة الكبد. عندما الإنسان يأكل لا يعطي فرصة للصيانة، وهنا تكون الأمراض، ما يسمى بالفرنسية شوفوشمون دو لوردر، يعني تداخل المعلومات من العقل إلى الأعضاء. لذلك ننصح إخواني أن الإنسان عندما يفطر في رمضان أو في أيام أخرى عندما المغرب يتعشى ويغلق هذا الملف حتى يحافظ على صحته. ما هو أحبابي الالتهام الذاتي؟ ما هو من الناحية العلمية؟ سأشرحه بلغة بسيطة. الالتهام الذاتي هناك الخلية، هذه الخلية وفيها هذه الخلية فيها نفايات، فيها مثل بروتينات، فيها ميتوكوندريا، فيها RNA. وش يقوم بالنسبة للإنسان هذا؟ وهناك المعلومة الأولى هو اسمه الفاجوفور. الفاجوفور هو تغليف هذه النفايات بغلاف، ثم يأتي الغلاف الثاني، هذا الغلاف الثاني، ثم تقوم ما يسمى الليزوزومات، هذه تتحد مع الغلاف الأول لتهضم هذه النفايات وتجعلها كوقود لعمل الخلية. وهذه العملية لوتوفاجي تحفز في رمضان. لماذا؟ للصيام، لأن الصيام ينقطع لنا
التغذية، ينقطع لنا الجليكوز، ينطلق لنا ما يسمى الكاربيرون. هنا جسم الإنسان يحاول أن يأخذ الأشياء التي لا يحتاجها ويستعملها كوقود. وسأعطي مثال للتبسيط لهذه المعلومة العلمية حتى يفهم أحبابي وإخوتي هذه الحقيقة، ما يسمى الالتهام الذاتي. هناك شخص يسكن البادية وجاءت عاصفة ثلجية، هذه العاصفة الثلجية غطت البيت نتاعو ولا يستطيع الخروج بأن يأتي بالوقود من الخارج. بعد فترة في اليوم الأول الثاني فرغ له الحطب الموجود. هنا هذا الإنسان وش يدير؟ يستعمل أشياء التي لا يحتاجها، مثلا يستعمل مادة مثلا طاولة قديمة، كرسي قديم، هو ينقي بيته من الأشياء التي يحتاجها حتى تستمر الحياة، حتى يستمر بالعيش. هذا هو نفس القضية بالنسبة للخلية. لذلك هنا لوتوفاجي التي فيها جائزة نوبل 2016 هي عملية يقوم بها جسم الإنسان للقضاء على أمراض كثيرة وخاصة أمراض الأيض. وهذه العملية تحفز بالصيام، وخاصة الصيام الذي يدوم أكثر من 16 ساعة. فسبحان الله الإسلام أعطانا طريقة علاجية للتخلص من هذه الأمراض، وهذه الطريقة العلاجية أثبتها هذا العالم الياباني وتحصل على شهادة نوبل 2016. لذلك أحبابنا الكرام الالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى هو الصحة في الدنيا وكذلك الفوز بالجنة يوم القيامة. لذلك هذا هو الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة، هو اطمئنان المسلم إن نحن على حق وكتابنا حق ورسولنا حق. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.